مساكم الله بالخير يا اخوان. في فيديو صار له كم من يوم انتشر من دولة عربية وفي المحكمة. هالفيديو وصلني اكثر من مرة، ما فتحته، لكن يوم شفته قاعد يتكرر قلت اكيد في شيء يعني، ولا ما بيتكرر هالكثر. فتحته صراحة انصدمت. الفيديو في المحكمة، واثناء المحكمة في دولة عربية، ناس وشهود وقضاء، والقاضي يطلق الحكم في الفيديو. تخيلوا شو القضية. قسم بالله صدمة. ياهل عمره 16 مادي 17 سنة مغتصب والدته والعياذ بالله. مع اني انا ما اشوف 16 او 17 سنة ياهل. الحين اللي صف اول اعدادي ثاني اعدادي يعرفون بلاوي اكثر مني ومنك. انا اشوف الطفولة والبراءة لين صف خامس، وعقبها خلاص ما عاد في براءة. في نفس الفيديو طبعا آلاف التعليقات، عجبني تعليق واحد قال كلام قسم بالله في الصميم، وهذه رسالة لكل أم، خصوصا أمهات الجيل الحالي عندها ولد بلغ في الثانوية ولا في خلص الثانوية، مخبرة حتى باللبس قدامه وكانها لابسة حق ريلها في غرفة النوم. لا والله هذا ولدي ومحرمي. نفس الشيء الأخت لما تلبس قدام أخوانها، لا هاي الأخواني ومحارمي. ولدي محرمي، أخوي محرمي، هذا شيء والستر شيء آخر. أخوك أو ولدك هذا يوم يكبر، يوم يوصل سن البلوغ، يتبرمج بكبره، عقليته تتغير، يفكر بطريقة ثانية، ناهيك عن العوامل الخارجية واللي يشوفها بالتلفون، السوالف اللي يسمعها برع. وإذا عينه طاحت على مفاتن حتى لو كانت محارمة، قسما بالله يفكر بطريقة ثانية. الستر واجب حتى قدام محارمكم، لا تستهينون في موضوع الستر أبدا.